حاجي كانجا مانسا موسى، المولود عام 1280 من القرن الرابع عشر ميلادي، أعظم زعماء إمبراطورية مالي ومن أشهر زعماء إفريقيا والإسلام في القرون الوسطى. خلف السلطان أبو بكر الثاني عام 1312 ميلادي. يعد عصر ملك مالي مانسا موسى في القرن الثامن الهجري بداية عصر الازدهار الفكري والحضاري فيما يعرف بالسودان الغربية. وكان مانسا موسى معروفا بالتقوى والكرم، واستمرت فترة حكمه لمدة 25 عاما. تولى مانسا موسى عرش إمبراطورية مالي مستندا إلى اعتباره حفيدا لإحدى شقيقات جده الأكبر الملك سونديات. ولم يكن مانسا موسى عند قبائل الماندينك ملكا يحكم الناس والأرض فحسب، وإنما كان من أولياء الله، وهي مكانة دينية رفيعة دخلت قلوب شعب وقبائل الماندينك الذين كانوا يؤمنون بأن الله قد ألهم مانسا موسى القدرة على حكم أكبر إمبراطورية إسلامية في فترة العصور الوسطى. ويذكر أن مانسا موسى كان متدينا ومحافظا على الصلاة وقراءة القرآن والذكر، كما كان محبا للخير وأهله، بحسب رواية أبو الحسن علي بن أمير ولي مصر، فيقول: إن هذا السلطان مدة مقامه بمصر وبعده على نمط واحد من العبادة والتوجه إلى الله عز وجل كأنه بين يديه، وكان هو وكل من معه على مثل هذا مع حسن الزي في الملبس والسكينة والوقار، كما كان كريما جوادا كثير الصدقة والبر. قصص التي تروى عن هذه الحادثة الشهيرة: في يوم قرر مانسا موسى وزوجته القيام برحلة الحج إلى مكة المكرمة، فذهب الملك بقافلة كبيرة تتكون من 100 جمل و1000 من الخدم و500 من الجواري، وكان كل جمل محمل ب160 كيلو ذهب، وكل خادم يحمل صندوقا من الذهب. كان طول رحلته يوزع على كل بلد يمر بها ذهبا، واستمر في منح عطاياه وهداياه حتى وصل إلى مكة المكرمة وأدى فريضة الحج، ثم رجع بالجمال، ولكنها لم تكن فارغة بل محملة بالكتب. جعل مانسا موسى بلاده منارة للعلم ونشر الدين الإسلامي، فجعل من مدينة تمبكوتو مركزا للعلم والتدريس، يأتي إليها الطلاب العلم من المسلمين من شتى أنحاء إفريقيا ومن البلاد العربية، حيث يتدارسون شؤون الدين والعلوم الأخرى. كما اهتم مانسا موسى بالعمران وبناء الجوامع والمساجد. وقد اشتهر أمر مانسا موسى حتى في أوروبا، حيث ظهرت هذه الشهرة في رسم الأوروبيين خرائط للمنطقة، منها خريطة رسمها إنجليدو ويلسرت سنة 1339، والذي وضع في وسط الصحراء عرشا عليه تمثالا كساه بالثياب الملكية وعلى رأسه تاجا، وذكر أنه ملك مالي. أما الخريطة الأكثر شهرة فهي مؤرخة في سنة 1375، رسمها إبراهام كيرسس في أطلس سكوتلاند، وأظهر في وسط الصحراء رجلا ملثما راكبا على جمل أو متجها إلى ملك يجلس على عرش وهو يرتدي ملابس الملكية، وعلى رأسه تاجا ذهبيا ممسكا بصولجان بإحدى يديه وبحجرة ذهبية في يد الأخرى وهو يناولها للركاب. لم يكن هذا الملك سوى السلطان المالي المشهور مانسا موسى. توفي السلطان مانسا موسى سنة 1337 بعد فترة من الحكم داهمت 25 سنة بسبب مرضه بوباء، لتطوى صفحة أخرى من عظماء الإسلام.